عودة ملك أفريقيا بعد التوقف الدولي لشهر أكتوبر. مواجهة نارية بين النادي الأهلي ونادي إيجل نوار في دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا. المباراة هتتذاع على قناة أون سبورت الساعة 4 بتوقيت القاهرة. هنتكلم عن بعض النقاط المهمة في المباراة. تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الأندية البرونزية بالتحديد في دوري أبطال أفريقيا. لعب النادي الأهلي في عام 2000 في دور 16 مباراة وحيدة ضد نادي فيتالو البروندي. فاز الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف في القاهرة، وفي الإياب خسر النادي الأهلي هدفين مقابل لا شيء في بروندا. المواجهة الأولى للمدرب مع النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. سبق للمدرب أنه تعايش مع الفرق الإفريقية قبل كده مع نادي يوغسبورغ الألماني، طبعا لما سافر إلى جنوب أفريقيا. طبعا المدرب اتعامل قبل كده مع الأندية الأفريقية، يعني بداية بإذن الله هتكون شرسة للمدرب. دي التجربة الأولى للمدرب الدنماركي يثروب مع النادي الأهلي نادي القرن. إن شاء الله تكون بداية شرسة، بداية تكون في غاية الروعة، ما يكونش بداية سيئة زي المدرب الأسباني خوسيه ريبيرو. بالنسبة للمصابين اللي رجعوا لقائمة المباراة، محمد شكري رجع لقائمة المباراة، أيضا السلوفيني جريديشار عاد مرة أخرى لقائمة القلعة الحمراء في مواجهة نادي إيجيل غوار. هنتكلم عن التشكيل المتوقع لمباراة النهاردة 4-2-3-1. هنحط التشكيل مع بعضينا، ولو عندك توقع آخر لتشكيل مباراة النهاردة ضد إيجيل غوار اكتبوا لنا في التعليقات. هنحط التشكيلة مع بعضينا. في حراسة المرمى قائد محمد الشناوي، الأظهرة محمد هاني كوكا، قلبي الدفاع ياسر إبراهيم وياسين مرعي. خط الوسط هيكون بن رمضان ومروان عطية. بالنسبة للهجوم هيكون جناح أيمن تريزيجيه، صانع ألعاب أحمد السيد زيزو، جناح أيسر بن شرقي. في رأس الحربة هيكون جريديشار. ده التشكيل المتوقع، وزي ما قلت لك لو عندك تشكيل بديل للتشكيل ده اكتبه لنا في التعليقات. توقعي لمباراة النهاردة فوز النادي الأهلي بنتيجة 2-0 أو 3-0 إن شاء الله، وتكون بداية شرسة مع المدرب الجديد، وإنه يقدم لنا كورة ممتعة بإذن الله. قول لنا توقعاتك لمباراة النهاردة، فوز الأهلي كام؟ اكتب لنا في التعليقات، وما تنساش تتابعني وتعمل لايك علشان نستمر بنشر المزيد. السلام عليكم.